انذار لميسي، انذار وسط دهشة ليو ميسي وخاصة شابي إرنانديز. إذا انذار على الليو. 20 دقيقة نحبوها الكرة، نحبوها الليلة كبيرة. هذه اللمسة وهذه الكرة الأخيرة وتداخل الحكم خوتو غونزاليز عند الهدف الأول. ستشتعل المباراة. طبعا حوار مدرجات البرنابيو مع يوهان لابورتا. طبعا الريال وبرشلونة جو خاص جدا. قلنا كرة مرة ثانية في وسط الميدان، كرة ستعود لمدريد. كان يا مكان في قديم الزمان. يحكى عن كلاسيكو بدأ يوم 19 من مايو 1902 في نصف نهائي بطولة كأس الملك ألفونسو الثالث عشر في 1902. يومها فاز البارثا 3-1 على مدريد. ألفونسو الثالث عشر هذا اللي يسمى الريال مدريد الملكي في عام 20 أنعم عليه باللقب الملكي كما يقال في قاموس تلك السنوات وذاك الأعوام. يحكى أيضا في قديم الزمان عن مباراة انتهت في الشوط الأول 1-1. في الشوط الثاني دخل جيش فرانكو وانتهت 11-1 للريال. على فكرة هذه النتيجة ملغية بقرار من الفيفا، واعتبروا نتيجة الشوط الأول هي نتيجة نهائية للمباراة 1-1. برشا تاريخ، برشا كواليس في لقاء القطبين. يلزم تفهم المعركة أيضا من خلال دي ستيفانو لما أمضى للفريقين في الخمسينات. كان قادم من الميليوناريوس فريق بوغوتا في كولومبيا في 54. لاعب اللي يغير شكل مدريد. أكيد قادوا ل7 8 ليغا، 5 شامبيونز ليج. يعني سبحان الله لو لعب ألفريدو دي ستيفانو للبارسا لكان البارسا الآن ممكن هو اللي عنده 9 ولا 10 شامبيونز ليج. على كل نرجع للتاريخ، نرجع للحاضر وفكر في المستقبل. المستقبل سيمي فاينل شامبيونز ليج وصراع على لقب الليغا قبل آخر 7 مشاوير من نهاية ليغة الإسبان، بطولة الإسبان، كرة الإسبان. تتهيأ الكرة في وسط الملعب، الانطلاق بتماس. سيرجيو راموس عنده الكرة. تمشي الكرة مرة ثانية، الانطلاق الهجومي عن طريق اللاعب كاراي. وزع الكرة يا قراي. ضاعت الكرة وضاعت. قراي يعني يدرس مليح، يعني مركز على شغله لحد الآن على الأقل، لكن ما زالت الضربات. كل فريق ما زال يخطط للمستقبل، كيف ستكون الضربة.